السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم فيديو جديد غادي نوجد معكم الكراوش ديال السبوله، كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين، كنتمنى ينالوا اعجابكم. كنحتاج في المقادير اولا في المكونات. عندي هنا الدقيق الابيض، درت هنا كيلو ديال الدقيق الفورس. من الافضل يكون الدقيق اللي هو من النوعيه الممتازه، انا استعملت هنا الدقيق الخاص بالحلويات. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملح مع مراش، وغادي نزيد عندي هنا الزبده اللي ذوبتها. خديت تقريبا ربعه ديال الزبده وذوبتها وخليتها حتى بردات، عاد ضفتها لهاد الدقيق. بالنسبه للبيض، انا غادي ندير هنا ابيض البيض، وغادي نحيد الصفار، كنضيف فقط البياض. وغادي نزيد معلقه ديال الخل، معلقه كبيره عامره ديال الخل. اللي ما بغاش ما يضيفش، ولكن من الافضل انكم تضيفوا الخل. كتضيفوا واحد المعلقه كبيره الخل، اي خل متوفر، سواء الخل عادي او الخل الابيض، بحال بحال. المهم اللي متوفر عندكم يمكن لكم ديروه. من بعد ما ضفت المعلقه ديال الخل، غادي نزيد على هاد المكونات كأس ديال ماء الزهر. هو ما باش غادي نسم هاد العجينه، غادي نسمها بالماء ديال الزهر. درت هنا كأس ديال العنبه هو باش عبرت. كنضيف دابا الماء الزهر، وغادي نحرك العجينه ديالي هكا باطراف الاصابع، وغادي ندخل هاد المكونات في هاد الدقيق حتى كينسجموا مزيان. بالنسبه باش غادي نجمع العجينه، غادي نجمعها بالماء، يعني بعد ما ضفت هاد ماء الزهر غادي نكمل دابا بالماء، الماء العادي، الماء ديال الروبيني غادي نكمل به. وغادي نضيفو تدريجيا شويه بشويه، وغادي نحاول انني نجمع العجين. كنستمر هكا، كنضيف الماء شويه بشويه، لانه العجينه ما بغيتهاش تكون مرخوفه بزاف. دائما العجينه ديال الشباكيه اولا ديال الكراوش كتكون شويه قاصحه، داكشي علاش ما كنكثروش الماء من الاول، كنبقاو نضيفوا الماء غير شويه بشويه حتى كنتحصلوا على العجين اللي هو قاصح شويه، ما كيكونش يعني قاصح بزاف، وانما المهم يعني كيكون شاد في راسو، ما كتكونش العجينه مرخوفه. كنستمر على هذه الكيفيه حتى نجمع العجينه ديالي. كندخل هذا الدقيق في العجين باش ما نضيفش مازال الماء، كنحاول ما امكن ما نضيفش الماء، ولكن من بعد غادي نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الماء لهاد الدقيق اللي مازال هنا في هاد القصريه. وغادي نحاول انني نجمع مزيان، وكنحاول انني كندلك العجينه وكندخل فيها هاد الدقيق. يعني كنستمروا على هذه الكيفيه حتى كنسالي الجميع ديال العجين مع هذا الدقيق. حاولت ما نسرعش الفيديو باش يبان لكم المراحل. صافي كنستمر على هذه الكيفيه. كنضيف هنا غير شويه ديال الماء، غير شويه، تقريبا غير واحد المعلقه اللي كتكون كبيره ديال الماء صافي. وغادي ندخل هاد المكونات كاملين اولا هاد الدقيق صافي. من بعد ما تجمعت ليا العجينه، غادي ندوز دابا باش غادي ندلكها هنا في هاد القصريه. كنحاول انني ندلكها واحد شويه. راه العجينه كيف ما كتشوفوا راه واخا كتبان لكم هكا مرخوفه، راه قاصحه. ما داكشي علاش ما بغيتش نكثر ليها الماء، ما انا بغيتها تكون قاصحه باش تاخذ الوقت ديالها وترتاح وتطلق لراسها. واصلا يعني كنبغي دائما العجينه ديال الكراوش وديال الشباكيه يكونوا قاصحين، ماشي قاصحين بزاف، وانما يعني باش هكا ما يدبونيش في الخدمه.
صافي كنستمر على هذه الكيفيه كندلك. شفتوا العجينه كي كتولي قاصحه. دابا غادي نستمر هكا في الدليك، وغادي ناخذ بلاستيك غذائي اولا في السلوفان، المهم نتوما وشنو متوفر عندكم، وغادي نغطي هاد العجينه مزيان وحتى ترتاح ونتلاقاو. دابا من بعد ما ارتاحت لي العجينه كتولي على هذا الشكل. كنتمنى تبعوا المراحل وتشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وغادي نبدا دابا من بعد ما ارتاحت. انا تقريبا خليتها هنا 3 ديال السوايع، ارتاحت مزيان وخدات الوقت ديالها. دابا كنقسمها على كريات، كنحاول انني نقسمهم هكا اللي كيكونوا صغارين هكا في الحجم. من بعد ما كنقسمهم كنحطهم جانبا، لانه في هذه المرحله غادي نورق هاد العجينه ديال هاد الكراوش. داك التورق هو اللي كيعاون دوك الكراوش يتنفخوا ويجيو هشاش. ضروري من هاد المرحله اننا نورقوا العجينه، ماشي غير نعجنوا ونخليوها ترتاح ونجيو ندلكوها مباشره وندوزوها في الماكينه ونشكلوها. لا، وانما ضروري اننا نورقوا هاد العجين. صافي من بعد ما شكلت العجين كريات غادي ندوز باش غادي نورق. دابا غادي نورق العجينه ديالي بهذا الشكل في طاوله العمل. راه ما كنحتاج لا دقيق لا حتى حاجه، فقط طاوله العمل. كنحط العجينه ديالي وكنبدا انني نسرح شويه هكا بالدلاك، وغادي نورق بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. الفيديو كيوضح جميع المراحل ديال هاد الكراوش. صافي كنورقهم هكا وغادي نعاود نسرحهم. يمكن لكم تخليوهم حتى يرتاحوا شويه، يمكن لكم مباشره تسرحوهم كيف ما درت انا. صافي سرحتهم هنا وغادي نعاود نورقهم على الجهه الاخرى. المهم نتوما تبعوا هذا الفيديو. غادي راه خليت الفيديو ماشي ما سرعتوش باش هكا تبان لكم الطريقه. صافي كنحط دابا هاد العجينه في البلاستيك. ضروري ما كندخلها البلاستيك باش ما تنشفش ليا. هي الكريه الثانيه غادي ندير ليها نفس الطريقه. نتوما المهم هو كتسرحوا وكطويو بالطريقه اللي عجباتكم، ماشي بالضروره ديروا الطريقه اللي درت انا. نتوما كطويو بالطريقه اللي عجباتكم. المهم هو اننا نورقوا هاد العجينه باش يجيونا الكراوش اللي هما ناجحين. كاين اللي كيورق هكا بالنشا، كاين اللي كيورق بالدقيق. انا كنفضل انني اولا كنفضل مؤخرا ما بقيتش كندير داك الدقيق، كنخليهم هكا كيجيو صراحه رائعين بزاف. غير جربوهم وغادي يعجبوكم صراحه. غادي نستمر دابا على هاد الكيفيه اللي كتشوفوا معايا اولا على هاد الطريقه لهاد العجين. غادي نسرحوا وغادي نورقوا وغادي نستفهم في بلاستيك غذائي اللي باش ما تنشفش ليا العجينه من الفوق. ومن بعد ما غادي نورقوهم غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نبداو اننا نسرحوا العجينه وغادي نشكلوا فيها على شكل السبوله. صافي قربت دابا نسالي هاد الكميه ديال العجين اللي غادي نورق. من بعد ما كنورقهم كنخليهم واحد 10 دقائق غير يرتاحوا شويه. هاد العجين غادي نخليه 10 دقائق غير يرتاح.
بما نوجد الماكينه ديالي اولا الاله باش غادي نسرح العجينه اللي غادي نرقق فيها العجينه ديالي، وديك الساعات نبدا ان شاء الله الكراوش نبدا نصايب فيهم. وصافي هذه هي العجينه من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي درتها في بلاستيك غذائي وغادي نغطي عليها وندوزو ان شاء الله نورقو كيف ما كتشوفوا اولا كنسرحوا العجينه واحد شويه وكنقطعوها على هكا شرائط وكندوزهم في هاد الماكينه اولا هاد الاله اللي كترقق لينا العجين. ضروري من هاد الماكينه ديال الشباكيه، انا هي فاش ضروري كنستعملها في الشباكيه اولا في الكراوش، كنستمر هكا حتى كنرققها. انا النمره واحد هي اللي كترقق ليا مزيان. ها هي كتجي العجينه رقيقه بزاف. دابا غادي ندوز باش غادي نقطعها معكم. دابا العجينه غادي نقطعها، ها هي قديتها من الجوانب بجراره. دابا غادي نقطع هاد العجين، يعني من الافضل يكون الاحجام اللي هما متساويه، كنقطعهم هكا هاد الشرائط. درت هنا 6 لانه كل كراوش كندير او كل سبوله كندير فيها 3 ديال الشرائط، وكندير هكا واحد الشريط هكا من الوسط. وغادي تشوفوا معايا مزيان هنا في الفيديو. كناخذ هاد الاولى، ها هي كنحطها، كنزيد عليها، غادي نحطها في هنا باش تشوفوا مزيان. كنزيد عليها هاد الشريط الثاني من الفوق ديالها، وكنزيد الشريط الثالث. ودابا غادي ناخذهم هكا بين يديا وغادي نقلب بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنحل هكا من الوسط وكنقلب هذه الجهه، كندخلها هنا وكتولي على هذا الشكل اللي هو الشكل ديال السبوله. كاين اللي كيدير 4 ديال الشرائط، كاين اللي كتر، كل واحد شنو كيبغي. انا كنفضل دائما يكونوا هكا 3. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه حتى كنسالي الكميه ديال العجين كامله وغادي نشكلها على هذا الشكل ديال السبوله. وان شاء الله نتلاقاو باش ندوزو المرحله ديال الطياب ديال هاد الكراوش. ها هما من بعد ما ساليتهم كاملين درتهم هنا في هاد الطاوات وخليتهم هنا حتى نشفوا واحد شويه وغادي نبدا نطيب. عندي هنا المقله اللي درت فيها الزيت بطبيعه الحال كتكون كثيره شويه، وكنلوح هنا هاد الكراوش. ضروري الزيت بحال الشباكي بحال الكراوش، يعني الزيت كيكون كثير باش هكا يجيكم التحمار او الطياب ديال هاد الكراوش يكون متساوي. كنستمر على هاد الكيفيه، كنحطهم كاملين وغادي تشوفوا راه بداو هكا كيتنفخوا، يعني ما درت لهم لا خميره لا والو، كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى تبعوا الطريقه وتجربوهم، وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو رائعين بزاف. ويجيو هكا اللي بغى كيحمرهم بزاف، اللي ما كيبغيهمش كيكونوا محمرين يمكن ليه يخليوهم اللون ديالهم اللي هو ذهبي. كنتمنى هاد لا فيديو ديالي ينال اعجابكم وتجربوا هاد الطريقه وتنال استحسانكم. يمكن لكم ترشوهم هكا بشويه ديال العسل من الفوق اولا ديروهم في العسل، كل واحد شنو كيبغي. كنتمنى هاد لا فيديو ديالي ينال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم بحول الله.